الناس اللي عم تسالني وين هالغيبه؟ لو عندك اب عنيف مثل ابوي ما راح تسالني هالسؤال. لك امبارح الساعه 2 بالليل عم تعبان القهوه الجاهزه. لك ابوي بيشرب القهوه وبينام، فما روتين القهوه غلط. لك والله ما يدرى فيك ما صنع القهوه لا يرفع عليه قضيه تحرش. على الطريق راح نشتري قهوه، لحقنا كلب لعبنا نحن وياه سباق 40 متر حواجز. كلب يعني الكلب دش الكلب ولحق لي انا انسان شافوني انا انسان. بعد هود كبير وصلنا قلت له معلم بعد اذنك قهوه ساده. طلع فيني هيك نظره بتتكلم جد؟ انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله ترى الزلمه شغلنا ماكينه القهوه نسوي القهوه، هو يبوس اجره ولا يبوس ايده؟ مشان ابوي ما يفضى عرضنا. رجعنا على البيت لك انتوا كلاب، انتوا تصيروا زلم، انا ما فيني اعتمد عليكم، لعنة الله عليكم. ماشي تعالوا شو طلعنا بكر البغدادي انا. المهم اشتري فنجان قهوه بقى فراطه، قلت له اعطيني ارخص شيء عندك، جا اعطاني برهوم عراوي. قلت ما زال برهوم عراوي رخيص وبهالفراطه هاي خلونا نخلط شوي. معجزة من معجزات العالم حرفيا. سوريا تحررت تماما. تحررت من مين؟ من ظلام ومجرمين. اللي صار حرفيا هو تغير تاريخي جذري بتاريخ سوريا كلها. أخيرا صرنا قادرين نحكي ونعبر ونعطي رأينا بأي شيء. جاء التكويعة ما هو قبل الحدث، زي ما اسمها كوات التكويعة، فهو انت قبل شهرين كنت منزل فيديو بتاع السياحة بسوريا. قبل سقط النظام يعني. كنت انزل على بلدي سياحه لانه انا كنت محروم كثير من هاي الناحيه. حرام وكان نص الشام ما عم يحسن يحكي، وبشار اسد فوقه بالبارود ما عم يحسن يحكي. يا حرام حرام. برهوم انت ما كنت بدبي، انت كنت نص الشام وحطيت بوارد براسك يوم الخوف. بشار اسد شغل فيديوهات تبعيتك، يعني اي حركه راح يسحبوك. يا حرام مضغوط عراوي شغل تحقيقات كنان، يعني الزلمه حيادي. قال اذا سقط النظام انا مع الجيش الحر، سقط الجيش الحر انا مع النظام. يعني الزلمه حسبها صح يا خويي. انت قبل ما يسقط النظام انت كنت بحضنه. برهوم انت كوارتك ويعرف في البرو ماكس 15 كاميرا. حب انت بعد ما سقط النظام صرت منزل 7 فيديوهات. تستغل دم الشهداء وبتطلع تافه السوريين بطريقه قذره بس مشان مشاهداتك. في اسامي كثير بالسوشيال ميديا، لو ما الثوره السوريه ودم شهدائنا ما كان له اسامي خالص بمجال السوشيال ميديا.